السلام عليكم، عاملين ايه؟ شايفين بقى الجمال ده نوش الافران تحفه، والواحده بالشيء الفلاني. هنعمله في البيت بطريقه سهله وبسيطه جدا، وهيعجب الولاد جدا وهيفرحوا بيه. انا مامة مودي ودي قناتي. ما تنسوش اللايك والشير لو عجبكم الفيديو، ولو مره يشوفني يعمل اشتراك. تعالوا بقى نشوف هنعمل الحاجات الحلوه دي ازاي مع بعض. شايفين لونه عامل ازاي؟ معانا كوبايه لبن، نص كوبايه سمنه، 3 معالق سكر، معلقه خميره، بيضايه، 3 كوبايات دقيق. طبعا نفس المعيار بتاع الكوبايه اللي بنعاير بيها كل حاجه زي ما احنا متعودين. تمام. هنجيب بقى الاول السكر مع الخميره، وندوبهم كويس ونحط عليهم اللبن، وندوب بقى كويس السكر مع الخميره. حاجه كده حلوه وسهله جدا، والولاد هيحبوها. وفي الشتاء بقى والشاي بلبن حاجه كده تحفه. طبعا نحط البضايه، عايزه تحطي نقطه فانيليا حطيها، انا بحط خل، معلقه خل صغيره. تمام. والخل كمان بيخلي العجين لونه فاتح، يعني بيخلي الحاجه بتبقى لونها فاتحه قوي، فبيبقى حلو. الخل بيضيع اي زفاره للبيض، وهي بيضايه واحده. وبعد كده هننزل بالدقيق، وهنعجن بقى بايدينا. تمام كده، احنا ما حطيناش السمنه لسه. نعجن كويس. حاجه كده سهله وهشه، وبتبقى هشه وتحفه بجد. لو عندك معلقتين زبادي ممكن تحطيهم. هنحط بقى السمنه بعد ما خلاص عملنا العجينه. هندوب بقى هنتوه بقى السمنه خالص في العجينه، نلمها كويس بالسمنه بحيث ان السمنه تدوب في العجينه. كده خلاص تمام. هنسيبها بقى تخمر كده من ساعه الا ربع ساعه. بندهن بقى كده بحبه زيت او حبه سمنه او ميه زي ما تحبي، تغطي العجينه. هنغطيها بقى كده في مكان دافي لمده ساعه تقريبا، ساعه الا ربع، على حسب ما تخمر معاكي. تمام. احنا في الصيف ما بتاخدش وقت، يعني ممكن نص ساعه. شايفين خمرته بقت ازاي؟ تحفه. على الرخامه بقى تجيبي بقى حبه زيت بس كده او سمنه، وتدهني الرخامه، وبعد كده تفردي عليها العجين. انا بحب السمنه البلدي، فكل حاجتي بعملها بسمنه بلدي، وممكن احط عليها حبه زيت. فانتي السمنه على حسب ذوقك زي ما بتحبي. تمام. بجيب السمنه جنبي كده واعمل بيها العجينه مش كتير، يعني دوب بس بطبطب كده على العجينه بالسمنه ساعات. شايفين التقطيع عامله ازاي؟ سهله جدا، امشوا عليها كده بالراحه، وانتوا هتعملوا نفس الحكايه. تزينيها باي حاجه بقى عندك، اي حاجه تحبي تزينيها بيها. تمام. شايفين شكلها؟ وشايفين السمك؟ خدوا بالكم من سمكها عامل ازاي. في الصينيه بقى اللي انت هتسوي فيها، وهنبدا بقى نحط. هنعمل لكم كام شكل كده، اشكال بسيطه احنا بنشوفها في الفران، والولاد بيشوفوها بيتبهروا بشكلها. وهي سهله جدا ان هي تتعمل في البيت، وما بتاخدش وقت ولا كركبه ولا اي حاجه. بتجيبيها كده بكل لافينها رول كده زي ما انتوا شايفين، وضفيره بقى. دي حاجه طبعا سهله. هنفضل بقى نلف الضفيره كده زي ما بنلف اي ضفيره بالظبط. والشكل بقى بعد ما بيستوي يبقى شكله تحفه زي ما شفتوه كده في اول الفيديو. ايه رايكم بقى في الشكل ده؟ التزيين اللي في الاخر ده بتاعكم انتوا، يعني على حسب ما تحبوا، كل واحد على حسب الامكانيات ايه اللي موجود عنده. مش عايزه تحطي حاجات من دي عادي، ما تحطيش، ما تشغليش بالك. انا بقى كده كنت مجهزه صوص كراميل. اللي عايز يعملها يحط رش عليها كده سكر بودره. تمام. اللي عايز يعمل لها صوص كراميل. تمام. انا عامله صوص كراميل دايب خالص، هبقى اعمل لكم، وعاملاه قبل كده في القناه. هعمل لكم تاني. بجد هو الصوص الكراميل اللي بيخلي طعمها تحفه. وممكن سكر بودره، نرش عليها سكر بودره. هنلفها كده زي الفريسكا. شكلها عامل ازاي؟ وعلى فكره كمان ممكن تزودوا السكر لو حابين، بيبقى طعمها مسكر كده ومتحتاجيش تحطي عليها اي حاجه تانية. يعني ممكن تزودي لها السكر اللي في العجينه، بدل من 3 معالق سكر 4 5، زي ما تحبي انتي طعم السكر فيها عامل ازاي. معلش انا عملت لكم كذا شكل كده عشان الشكل اللي تحبوه تعملوه. يا دوب بحط ايدي في السمنه كده واطبطب بس عليها كده عشان العجينه ايه تبقى مفرغه. الشكل ده بيبقى جميل قوي بعد ما بيستوي. بسيط سهل، يعني انت بتفرديها كده وبتلميها، وبعد كده تقطعيها بالسكين حاجات بسيطه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ وطعمها كمان كان خطير بجد.
انا بعمل حاجه كمان، يعني اوقات عشان لما في حاجات بسقيها شربات بعملها بنغسها كده بالخله. دي فكره، اللي عايز يعملها يعملها. واروح حاطه عليها بقى اللي هو عندك شربات تقيل بتاع الكنافه الحاجات دي، وتروحي حاطه عليها الخله دي بتدخل جواها الشربات، فبيبقى طعمها محلي قوي من جوه، اللي بيحب الحلو زياده يعني، والولاد هيحبوها. شوف الشكل عملته بطريقه بسيطه وبيطلع بعد كده شكله خطير. انا وريتكم ان هي مش بتاخد وقت، ما جريتش الفيديو قوي علشان تشوفوا ان هي قد ايه بسيطه وسهله. شايفين شكلها عامل ازاي؟ انتوا ممكن بقى الزينه دي تزينوها باي حاجه موجوده عندكم، حلوه قوي بجد. كده تمام، هنسيبها بقى تخمر شويه زي ما هنتعامل معاها زي اي مخبوزات طبعا. هنسيبها تخمر كده حبه، وبعد كده نكون مسخنين الفرن. انا بسخن الفرن من تحت بس، وهي بتاخد وش من فوق. انا عندي الفرن تمام. اللي ما عندوش الفرن تمام ممكن يشغل الشوايه بس حاجه بسيطه، ياخد باله انها بتاخد وش بسرعه رهيبه. ده صوص الكراميل، هبدا بقى اوزعه عليها. اللي ما عندوش صوص كراميل يحط شربات عنده في البيت، يحط عسل ابيض. اللي حابب يعني التزيين ده في الاخر الحلو بتاعكم انتوا. ممكن تدهني كده بعسل ابيض، تحط على فوقيه تاني سكر بودره عشان يمسك. معلقه لبن وتعمليها وتحطي فوقيها السكر البودره وهي سخنه. اي حاجه بتبقى حلوه قوي. بس الصوص كراميل اللي بيديها لمعه جباره، بيديها لمعه حلوه قوي، هو اللي بيخلي شكلها كده في الاخر بيبقى جميل. شايفين شكلها عامل ازاي؟ تحفه. يا دوب بس دخلتها الفرن كده بسرعه ورحت مخرجوها، بس الصوص مسك عليها. شايفين من جوه عامله ازاي؟ والهشاشان بتاعها باين. وشوف العجين لونه فاتح وجميل بجد. عايزاكم تجربوها وتقولوا رايكم فيها تبقى عامله ايه. انا عارفه ان كلنا عارفين الحاجات دي، بس بنفكر بعض وبنشجع بعض. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بجد حلوه قوي وعجبت الولاد جدا. جربوها وقولوا رايكم فيها ايه. كوبايه شاي بلبن بقى وتحفه. جربوها وقولوا لي رايكم. يلا بقى، سلام عليكم.